انت تعرف ان سفينة تايتانيك كان فيها قوارب نجاة تكفي نص الركاب بس؟ تعرف ليه غرق سفينة تايتانيك كان نقطة تحول في العالم كله؟ سنة 1912 وتحديدا ليلة 14 ابريل هتشوف السماء صافية والبحر هادي جدا، وسفينة تايتانيك ماشية بأقصى سرعتها في شمال المحيط الأطلسي، السفينة اللي كانوا بيسموها التي لا تغرق، واللي اعتبرها البعض رمز للتقدم البشري والتكنولوجيا اللي محدش يقدر عليها. لكن الساعة 11 و40 دقيقة بالليل خبط التايتانيك في جبل جليدي ضخم، وفي خلال أقل من 3 ساعات غرق التايتانيك ومعاها 1500 إنسان. اللي حصل بعدها غير تاريخ الملاحة للأبد. العالم اكتشف إن الغرور والتهاون ممكن يكون أخطر من الطبيعة نفسها. أنت تعرف إن سفينة تايتانيك كان فيها قوارب نجاة تكفي نص الركاب بس؟ طب والباقي؟ وده لأن القانون وقتها كان بيقيس عدد قوارب النجاة حسب وزن السفينة مش حسب عدد الركاب. طب والباقي؟ وكأنهم بيقولوا مش مهم الكل ينجو، المهم نلتزم بالحد الأدنى. السيستم بيقول كده. كمان النظام اللاسلكي اللي كان المفروض يبعت تحذيرات لو في أي جبل جليدي ما كانش شغال، لأن العامل اللي عليه كان بيرتاح شوية. يعني التحذير الأخير من سفينة تانية كانت جنبيهم قريبة ما وصلش أصلا للقبطان. بعد الكارثة اجتمع ممثلين لأكثر من 13 دولة، وتأسست سنة 1914 اتفاقية دولية للسلامة البحرية COLAS، ومنها اتطبقت قوانين جديدة صارمة. الكلام بتاع زمان ده ما ينفعش. القوانين الجديدة كان لازم يكون في قوارب نجاة لكل العدد اللي موجود، لازم جهاز اللاسلكي يبقى شغال 24 ساعة وعلى مدار الساعة وما يوقفش، ولازم يكون في خدمة مراقبة الجريد عشان نتابع أي خطر في الشمال الأطلسي. كاتب أمريكي اسمه مورجان روبستون كان سابق الحدث ب 14 سنة، كتب رواية اسمها فيوتيليتي يعني عبث. الرواية كانت بتحكي عن سفينة خيالية اسمها تايتن بتغرق بعد ما بتخبط في جبل جليدي. الرواية والسفينة اللي فيها كان فيها تفاصيل كتيرة قريبة لتايتانيك، وده اللي خلى الناس بعد كارثة تايتانيك يقولوا ان هي كانت نبوءة مش مجرد حدث. خلاصة تايتانيك ما كانتش مجرد مأساة، كانت لحظة وعي العالم كله. علمت الإنسان ان التكنولوجيا من غير تواضع ممكن تسبب كوارث، وان احيانا المأساة ممكن تعلم اكتر من النجاح.